النهارده بقى رحت لجارتي وقالت لي انا عايزه ادوق بقى الفطير اللي انتي بتعمليه. قلت لها يلا بعتي ابنك هاتي كيلو دقيق، يجيب كيلو دقيق ونعمل بقى احلى فطير. جبت هنا رشه ملح ومعلقتين كبار من السكر، معلقتين لتلاتة يعني، عايز تحطي 3 معالق سكر تمام. ودوبتهم كده في الميه ورحت جايبه كيلو دقيق متعدد الاستخدام ورحت منزلاه بقى كده على الملح والسكر والميه اللي انا مدوباهم فيها. انا بحب ازود الميه بالتدريج، ميه فتره عاديه خالص من الحنفيه، ولا دافيه ولا سخنه ولا اي حاجه من الكلام ده. قعدت بقى ازود كده الميه بالتدريج. هو الكيلو دي تقريبا بياخد من كوبايتين يعني لكوبايتين ونص ميه. بص بقى بعد ما اتعجنت كويس سبتها ترتاح نص ساعه، وبعد كده بقى جبت الترابيزه ودهنتها زيت، وهنزل بقى بالعجينه بتاعتي. هفردها طبعا على الترابيزه. بعد ما فردتها بالشكل ده هحط بقى السمنه بتاعتي، استخدمت سمنه روابي. بالشكل ده هفردها بقى في العجينه كلها. وبعد ما فردتها في العجينه بالشكل ده هلفها رول. قعدت افردها كده وقت كتير، وبعد كده دلوقتي بقى هلفها رول بالشكل ده. وبعد ما لفيتها رول كده جبت السكينه بقى وابتديت ان انا اقطعها بالشكل ده. بص القطعه كانت قد ايه، الفطير طلع كبير ومحترم. عملت 3 فطاير كبار من كيلو دقيق. بدأت بقى ان انا اشيلهم كده عشان ما ينشفوش مني، وهشتغل في واحدة واحدة. جبتها كده بقى وهقعد افردها. بعد ما افردها احط فيها سمنة واطبقها بالشكل ده. بعد ما اطبقها اركنها واجيب واحدة غيرها وافردها وادخل الاولانية في التانية. دي التانية اللي هدخل فيها الاولانية، افردها برضو على قد ما اقدر وادهنها سمنة. بعد ما ادهنها سمنة هدخل فيها الفطير كده. دي كده اول فطيرة اتعملت معايا بالجمال ده. وهدهن صينية بالسمنة وهحط فيها الفطيرة، اسيبها ترتاح نص ساعة كمان، يعني ربع ساعة نص ساعة لحد ما تلاقيها ما بقتش ترجع معاكي. عملت ال3 فطاير كبار، وبعد بعد كده بططتهم، وبعد كده سخنت فرني على اعلى درجة حرارة ودخلتهم فيهم وطلعوا معايا بالجمال ده. وكلنا احلى فطير وعسل.